طن كامل من الحديد اترمى على مسار تجريبي في الصين ووصل لسرعة 700 كيلو متر في الساعة خلال ثانيتين بس، سرعة أقل بشوية من سرعة طيارة ركاب وهي طايرة في السماء. الاختبار ده كسر رقم قياسي وفتح الباب لاحتمالات شكلها جاية من أفلام الخيال العلمي، قطارات أرضية بسرعة الطيارات ومدن بعيدة بتتحول لمشوار قصير، ويمكن حتى استخدام نفس التكنولوجيا لإطلاق الطيارات الحربية من حاملات الطائرات. المشهد كله بيقول إن سباق النقل فائق السرعة بدأ، بس الغريب إن السباق ده بدأ من حوالي 40 سنة، ومن ساعتها المستقبل كل شوية يقرب، يطلع في الأخبار، يكسر رقم قياسي جديد وبعدين يختفي تاني جوه مسار تجريبي. فليه قطار قادر يطفو فوق القضبان ويتحرك من غير عجلات ولا احتكاك فشل إنه ينتشر؟ وإزاي تكنولوجيا بتوعدنا بسرعات خرافية ممكن تخسر قدام قطار أبطأ منها؟ وليه أنجح خط مجليف تجاري في العالم بيوصل ركابه لمكان أغلبهم مش عايزين يروحوه؟ وهل اليابان والصين أخيرا هيكسروا اللعنة ولا قطار المستقبل هيفضل طول عمره مشروع للمستقبل؟ كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة بعد الفصل. أنا محمد طارق وأهلا بيكم في مدونات. علشان نفهم الحكاية لازم نبدأ من مدينة شنغهاي. هناك موجود أطول وأسرع خط مجليف تجاري من بين 6 خطوط بس شغالين في العالم كله. القطار مصمم يوصل لسرعة 431 كيلو متر في الساعة وينقل الركاب من مطار شنغهاي في رحلة قصيرة جدا. على الورق دي تجربة المفروض تكون مبهرة، تنزل من الطيارة تركب قطار بيطير فوق مساره وتدخل قلب واحدة من أكبر مدن العالم في دقايق، لكن للأسف مش ده اللي بيحصل. الخط بياخد الركاب من المطار ويوصلهم لأطراف شنغهاي، ومن هناك أغلبهم بيضطر ينزل ويركب المترو علشان يكمل رحلته لوسط المدينة. المفارقة إن المترو نفسه بيوصل للمطار، يعني الراكب قدامه اختيارين، يا إما يركب وسيلة واحدة أبطأ يا إما يدفع أكتر علشان يركب أسرع قطار وبعدها ينزل منه ويركب نفس الوسيلة الأبطأ. وعلشان كده أعداد الركاب فضلت شبه ثابتة من أول يوم. القطار كان غالي ورحلته قصيرة ونهايتها مش مفيدة لعدد كفاية من الناس. حتى السرعة اللي كان المفروض تبقى نقطة قوته الأساسية بدأت تتراجع هي كمان. المجليف في شنغهاي قادر تقنيا يوصل ل 431 كيلو متر في الساعة، لكن سرعته اتحددت بعد كده عند 300 كيلو متر في الساعة. متوسط سرعته الفعلي حوالي 224 كيلو متر، يعني في المتوسط أبطأ من قطارات سريعة تقليدية كتير. والأغرب إن خط شنغهاي مش تجربة أولية ولا نموذج لسه بيتطور. أول مجليف تجاري ظهر سنة 1984 في مطار برمنجهام في بريطانيا، كان بينقل الركاب بسرعة 42 كيلو متر في الساعة. طبعا ده مش رقم يخليك تحس إنك كنت راكب شيء من المستقبل، لكنه كان البداية. خلال العقدين اللي بعده المهندسين طوروا التكنولوجيا وظهر في ألمانيا نظام اسمه ترانس رابيد، واللي بقى التصميم الأشهر للمجليف. فكرة النظام ده بتعتمد على التعليق الكهرومغناطيسي أو ال EMS. أسفل القطار بيلف حوالين مسار خرساني، وعلى القطار والمسار موجود مجموعات من المغناطيسات. لما التيار الكهربائي يعدي قوة التجاذب بين المغناطيسات ترفع القطار فوق المسار. بعد كده مجموعة تانية من المغناطيسات الممتدة في منتصف الطريق بتشتغل كموتور خطي فتسحب القطار لقدام وتدفعه على طول المسار. مفيش عجلات بتحتك بالقضبان، مفيش أجزاء ميكانيكية كتير بتلف وتتآكل، وده معناه صيانة أقل للقطار والمسار ومقاومة احتكاك أقل وإمكانية الوصول لسرعات صعب جدا القطار التقليدي يقرب منها. وكأنك مش بتحرك القطار على طريق، انت بتخليه يطفو فوق نهر مغناطيسي. الفكرة عبقرية، لكن القطار مش مجرد موتور سريع وخلاص. القطار مشروع نقل، ومشروع النقل مش بينجح لأنه قدر يجري بسرعة في خط مستقيم. هو بينجح لما يربط أماكن الناس محتاجة تتنقل بينها بتكلفة يقدروا يدفعوها وبطريقة تندمج مع باقي الشبكة. وده تحديدا كان أول فخ وقع فيه مجليف شنغهاي. الخط اتعامل مع السرعة كأنها الهدف، مع إن السرعة مجرد وسيلة. لما بتربط مدينتين كبار الفكرة مش إنك تكسر رقم قياسي بينهم، الفكرة إنك تقرب سوق العمل وتحرك الاستثمارات وتسهل انتقال الناس وتخلي المدينتين يتعاملوا كأنهم مساحة اقتصادية واحدة. لكن لو القطار سريع ومش بيروح للمكان المطلوب، السرعة بتتحول لاستعراض هندسي. ورغم البداية المتواضعة في شنغهاي، المشروع أشعل موجة تفاؤل ضخمة. بعد افتتاح الخط سنة 2003 ظهرت اقتراحات جادة لخطوط مجليف طويلة في أماكن مختلفة من العالم، من برلين لهامبورغ، ومن شنغهاي لهانجيتشو، ومن بيتسبرغ لفيلادلفيا، ومن لندن لجلاسكو. الخطط كانت جاهزة والتصميم الألماني موجود والنموذج التجاري اشتغل بالفعل. كل حاجة كانت بتقول إن ثورة المجليف على بعد خطوة، بس الخطوة دي ما حصلتش، لأن جوه الميزة الأساسية للنظام كان مستخبي واحد من أخطر عيوبه:
قطار ترانس رابid في شنغهاي مش بيطفو على مسافة عالية فوق المسار. المسافة اللي بتفصل جسم القطار عن الطريق الخرساني بتتراوح بين 8 و 12 ملم بس، مسافة أصغر من عرض الصباع. وطول ما القطار ماشي ببطء على مسار قصير ومظبوط بدقة، النظام يقدر يسيطر عليها. لكن تخيل إنك مطالب تحافظ على نفس المسافة الدقيقة دي لمئات الكيلومترات، والقطار بيتحرك بسرعة تتجاوز 400 أو 500 كيلومتر في الساعة. أي انحراف بسيط في المسار، أي تغير في قوة المجال المغناطيسي حرفيا ممكن يسبب كارثة. ولأن نظام ال EMS بيعتمد على قوة التجاذب، فهو بطبيعته غير مستقر. لو المسافة كبرت شوية، قوة المغناطيس تضعف بسرعة والقطار يبدأ ينزل، ولو المسافة صغرت شوية، التجاذب يزيد والقطار يتسحب ناحية المسار. مفيش نقطة اتزان طبيعية بترجعه لمكانه. وعلشان يمنع الكارثة، القطار محتاج نظام تحكم نشط يقيس المسافة بينه وبين الطريق آلاف المرات في الثانية، ويغير قوة المغناطيسات باستمرار، تقوي شوية، تضعف شوية، ترفع الناحية دي، تنزل الناحية التانية. وكل ده بيحصل في أجزاء من الثانية علشان يحافظ على فجوة لا تتجاوز بضعة مليمترات. ولكن كل ما السرعة بتزيد، المهمة بتبقى أصعب. وفي أفضل الأحوال المشكلة ممكن تظهر في صورة رحلة مليانة اهتزازات، وفي أسوأ الأحوال المشكلة ممكن تهدد سلامة النظام والمنشآت نفسها. وده واحد من أسباب إن تجربة الركوب في مجليف شنغهاي ما كانتش بالسلاسة المتوقعة. الاهتزازات كانت واضحة، وفي سنة 2021 اتحددت السرعة عند 300 كيلومتر في الساعة. لكن المشكلة لسه بعيدة عن الحل الكامل، وده بيحط علامة استفهام كبيرة حوالين قطار الصيني الجديد CRRC 600. القطار ده بقى أول مجليف صيني محلي الصنع، ومصمم إنه يشتغل بسرعة 600 كيلومتر في الساعة، لكنه بيعتمد على نسخة صينية من نفس عائلة نظام ترانس رابid. من ساعة الكشف عنه المتاح ليه كان مسار اختبار طوله 1.5 كيلومتر في جامعة تغونجي، مسافة ما تكفيش طبعا لاختباره على سرعة عالية بشكل مستمر. يعني الصين هنا عندها قطار مصمم لسرعة 600 كيلومتر في الساعة، وعندها تجربة دفعت بيها حمولة وزنها طن بسرعة 700 كيلومتر في الساعة في ثانيتين بس. لكن دفع جسم بسرعة اللحظات مش هو نفس بناء شبكة تنقل آلاف الركاب يوميا بأمان واستقرار. ومع ذلك المشكلة التقنية مش هي اللي حسمت المنافسة، لأن المجليف من الأول أصلا كان داخل سباق قدام خصم هو أبطأ بالنسبة له لكن أذكى بكتير. القطار السريع التقليدي عنده ميزة بسيطة جدا: لما الخط السريع بيخلص، القطار يقدر ينزل على شبكة السكك الحديدية العادية ويكمل رحلته. نفس العربات تقدر تدخل محطات قديمة وتتفرع لمدن أصغر وتستخدم شبكة اتبنت على مدار عشرات أو مئات السنين. المجليف بقى ما يقدرش يعمل كده، هو محتاج طريقه الخاص بالكامل، مسار مختلف، محطات مختلفة، أنظمة تحويل مسار مختلفة، وبنية تحتية ما ينفعش أي قطار تاني في العالم يستخدمها. يعني كل كيلومتر جديد لازم يتبني من الصفر، وأي مدينة خارج الخط ما تستفادش منه إلا لو بنت امتداد مجليف خاص بيها. في العقد الثاني من القرن ال21 العالم كان قدام اختيار واضح: المجليف أسرع لكنه معزول، والقطار السريع أبطأ لكنه متوافق مع شبكة ضخمة موجودة بالفعل. وبين سنة 2010 و2024 اتبنى أكتر من 50,000 كيلومتر من خطوط القطارات السريعة في العالم. وفي نفس الفترة خطوط المجليف الجديدة فضلت محصورة في وصلات مطارات قصيرة أو خطوط مترو محدودة. كل مرة كانت بتتحط فيها التكنولوجيا المبهرة قدام التكنولوجيا المجربة، القطار التقليدي كان بيكسب بسهولة. وكان ممكن الحكاية تنتهي هنا. مشروع مستقبلي ظهر أثبت إنه يقدر يتحرك بسرعة مبهرة، وفشل إنه يلاقي لنفسه مكان في العالم الحقيقي. بس اليابان قررت تكمل. من سنة 2014 شركة سكك حديد وسط اليابان بدأت تنفيذ مشروع شينكانسن، وهو حاليا خط المجليف الوحيد للمسافات الطويلة اللي بيتبني على الكوكب. بعد اكتماله الخط المفروض يربط طوكيو وناجويا وأوساكا، رحلة طولها 438 كيلومتر. المجليف هيقدر يقطعها في 67 دقيقة. نفس الرحلة على قطار الرصاصة الياباني بتاخد حوالي 2.5 ساعات. واليابان ما حاولتش تعالج مشكلة ترانس رابد بس، هي بنت نظام مختلف اسمه SC مجليف. بدل ما يعتمد على قوة التجاذب علشان يشد القطار ناحية المسار، النظام الياباني بيعتمد على قوة التنافر. القطار بيطفو على ارتفاع أكبر ومن غير الجزء السفلي اللي بيلف تحت الطريق، وعلى جانبي المسار موجود ملفات مغناطيسية رأسية، ولما القطار بيعدي بتتفاعل مع المغناطيسات الموجودة فيه وبتنتج قوة الرفع. والأهم إن النظام ده عنده قدرة طبيعية على استعادة الاتزان. لو العربة قربت زيادة من ناحية، قوة التنافر في الناحية دي تزيد وتتفاعل المنتصف لحد ما القوة على الجانبين تتوازن. بالإضافة إنه على جانب كل عربة موجود 4 ملفات مغناطيسية بيتم تبريدها باستخدام الهيليوم السائل لدرجة حرارة 269 تحت الصفر. وعند الدرجة دي المجال المغناطيسي بيقدر يتحرك من غير مقاومة، فبتزيد كفاءة النظام وقوته. تقنيا اليابان كده حلت جزء كبير من مشكلة الطفو. لكن ليه دولة عندها أصلا واحدة من أنجح شبكات القطارات السريعة في العالم مصممة تصرف كل
كل التكلفة دي على نظام جديد؟ ببساطة لأن خطوط القطارات بين طوكيو وأوساكا وصلت لمرحلة من التشبع. بناء خط سريع تقليدي جديد ممكن يقلل الزحمة لكنه مش هيقدم قفزة حقيقية في زمن الرحلة. المجليف بقى يقدر يحقق الاتنين، يخفف الضغط على شبكة الشينكانسن القديمة وفي نفس الوقت يقرب المدن من بعضها أكتر ويفتح فرص اقتصادية جديدة ويمنح اليابان تكنولوجيا تقدر تصدرها بعد كده لدول تانية. الفكرة منطقية، لكن علشان المشروع ده ينجح الأرقام نفسها لازم تتوازن وده لسه مش مضمون. المجليف فعلا بيحتاج صيانة ميكانيكية أقل لكنه بيستهلك كمية هائلة من الطاقة. نظام الاس سي مجليف بيستهلك 4 أضعاف الطاقة علشان يحقق ضعف سرعة القطار العادي، والسرعة نفسها بتخلق مشاكل جديدة. لما القطار بيدخل نفق جسمه بيزق الهواء قدامه كأنه مكبس ضخم. على السرعات العالية الهواء بيخرج من الناحية التانية على هيئة موجة صدمة قوية في ظاهرة اسمها انفجار النفق. وعلشان تقلل تأثير الظاهرة دي تم تطوير تصميم عبارة عن حاجز مسامي مص للصوت طوله 100 متر عند مدخل النفق. الحاجز ده بيفكك موجة الضغط بالتدريج تقريبا كده زي كاتم الصوت. المشكلة قابلة للحل، لكن كل حل بيضيف منشآت جديدة وتكلفة جديدة وتعقيد جديد. وفي المقابل قدرة المجليف على نقل الركاب أقل من قطار الرصاصة. عربات ال L0 اليابانية أصغر من عربات الشينكانسن وكل عربة بتشيل 42 راكب أقل، وحتى عدد الرحلات نفسها أقل. كمان تحويلات المسار في المجليف أبطأ من تحويلات السكك الحديدية العادية، وعلشان كده المسافة بين كل رحلة والتانية لازم تكون 10 دقايق على الأقل. قطار الرصاصة بقى بيقدر يتحرك كل 3 دقايق. يعني اليابان بتبني فعلا قطار أسرع لكنه أصغر وعدد رحلاته أقل وطريقته أغلى واستهلاكه للطاقة أكبر. كل ما تكلفة البناء والتشغيل تعلى عدد الركاب اللي يقدر النظام يخدمهم بيقل، وده يفسر ليه التكنولوجيا اتطورت لعقود لكن المشروع نفسه اتأخر بشدة. قطار ال L0 كان المفروض يبدأ ينقل الركاب بين طوكيو وناجويا من سنة 2025، لكن موعد التشغيل يتحرك لحد سنة 2035 على الأقل. تأخير 10 سنين، وسبب كبير منه مش القطار نفسه لكن الأنفاق الهائلة اللي لازم تتبني علشان المسار يشتغل. وهنا بيظهر الفخ اللي بيقع فيه أي مشروع هندسي مبهر. احنا غالبا بنسأل هل التكنولوجيا ممكنة؟ هل نقدر نخلي جسم يطفو؟ هل نقدر ندفعه لسرعة 600 أو 700 كيلومتر في الساعة؟ وإجابات كل الأسئلة دي في حالة المجليف كانت واضحة. أيوة طبعا ممكن. اليابان والصين وألمانيا أثبتوا إن القطار يقدر يطفو ويتحرك ويوصل لسرعات ضخمة. بس السؤال الأصعب مش هل نقدر نبنيه، السؤال هل نقدر نبنيه بالحجم الكافي وعلى المسافة الكافية وبالسعر الكافي علشان يقدر يخدم ناس حقيقيين بشكل يومي. الصين فعلا قدرت خلال 20 سنة تغير جغرافيتها بشبكة قطارات سريعة عملاقة، وقدرتها على البناء ما ينفعش أبدا أي حد يقلل منها. والتقدم اللي بتحققه في المجليف مبهر فعلا، لكن لسه في مسافة ضخمة بين نموذج سريع على مسار اختبار وبين شبكة نقل واسعة. واليابان أقرب من أي دولة إنها تفتح أول خط مجليف تجاري حقيقي للمسافات الطويلة، ووقتها بس هنعرف إذا كان المشروع هيقرب المدن ويحرك الاقتصاد ويغير شكل السفر فعلا، ولا هيتحول لقطعة تكنولوجيا مذهلة الناس تزورها وتتصور جنبها من غير ما يتغير العالم حواليها. الحكاية بدأت بطن من الحديد وصل لسرعة 700 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين. إنجاز هندسي صعب ما يصيرش إعجاب أي حد، لكن الحمولة دي ما كانش جواها راكب واحد، لأن الوصول للسرعة نفسها سهل مقارنة بالسؤال اللي طارد المجليف من أول ظهوره. بعد ما قطار المستقبل ينجح في الطيران هيطير بين إيه وإيه؟ ومين هيقدر يدفع تمن الرحلة؟ وبس كده، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. مستني رأي حضراتكم في التعليقات. في النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. سلام.